انتوا دلوقتي بتسمعوا استاد كورة اف ام مع كريم حسن شحاتة، كابتن سامي ششيري، كابتن شادي محمد. استاد كورة اف ام. نرجع تاني مع بعض في استاد كورة اف ام ولقاءات الدوري المصري. والنهارده يعني خلاص مباراة المصري وطنطا، والمصري فاز 4-0 بعد حوالي نص ساعة من دلوقتي. مباراة تانية مباراة سموحة والاسماعيلي، مباراة قوية على استاد برج العرب. والساعة 8 ان شاء الله لقاء الزمالك مع نادي امبي في ملعب بيترو سبورت، والمباراة صاحب الملعب النهارده هو نادي امبي. كنت بتكلم مع كابتن شادي وكابتن سامي على منتخب مصر، وبعد اصابه كهربا مين اللي ينضم لمنتخب مصر. انت قلت لي او شرحنا التشكيله اللي ممكن يلعب مستر كوبر والظروف، ولكن برضو ما جاوبتنيش على سؤال. احمد الشيخ يلعب ماتش غانا او يكون متواجد؟ هو اللي عمل، هو ده ما لعبش خالص دولي قبل كده. هو اللي بيصنع الاهداف في مصر المقاصه. ما لعبش دولي. يعني ايه ما لعبش دولي؟ ما لعبش دولي قبل كده، وماتش غانا مش متصفيات كاس عالم. هقول لك على حاجه هتقولوا عليا مجنون، بس نصير في يوم من الايام تعترفوا بكلمتي. مفيش حاجه اسمها لعيب دولي ولاعيب محلي. في حاجه اسمها، لا انا مختلف معاك تماما. قولوا اللي عايزين تقولوا. انا مختلف معاك مدير فني ادي الفرصه للعيب وادعمه وقف في دوره بقوه، هيبقى دولي وهيبقى متحمل مسؤوليه. ما ترموهوش مع تشكيل احتياطي وميت كلينيكيا ماشي، وفي الاخر تيجي تقول لي ده مش دولي. نزله مع المجموعه اللي بتلعب. لا انا مختلف معاك. اتفضل يا كابتن سامي. انا بالنسبه لي اللعيب الدولي اللعيب اللي بدا من صغره دولي، بمعنى لعب منتخب ناشئين، لعب منتخب اولمبي، لعب منتخب فالتسلسل عنده من صغره هو لعيب دولي. هات المجموعه بتاعت عماد متعب، وهات المجموعه بتاعت حسني واحمد فتحي وقبليهم محمد شوقي وجمال حمزه. كانت مجموعه دولي فصعدوا دولي. لكن لما يجي لك واحد فجاه يبقى دولي دي فلتات. طب والاداء بتاع المنتخب الاولمبي ده هو ده دولي؟ لا ما انا بقول لك عامه لما يوصل فريق. خلي بالك احنا عندنا دروب في الكره المصريه في منتخبات الناشئين والمنتخبات الاولمبيه بقالنا 3-4 سنين، فمش طالع لك لعيب دولي. انت عندك المنتخب الاول ماشي كويس. لا ما انت عشان اللي تحت بادئ بس وحش. دلوقتي ماشي كويس. ايوه القاعده عندك تحت ضعيفه. اساسا قاعده تبقى كويسه قوي على المنتخبات، تبدا تفرغ بعد كده يطلع من منتخب ناشئين، يطلع منتخب اولمبي، يطلع فريق اول. فانت مديله حوالي 6-7 سنين. ها كابتن كريم وكابتن شادي لعبوا دولي، مأكله معسكرات، اتعود. اللي لما تيجي تلاقي فجاه تعمل لعيب دولي مش كتير، يعني مش كتير. نيجي من كبير كده عنده مثلا 25 سنه ولا 23 سنه تقول لا ده انت لعيب دولي. اللي اتعود من صغره انه يبقى لعيب دولي خلاص بتكبر معاه يبقى لعيب دولي. تقدر تاخد منه اكتر من 7 8 10 مع بعض. احنا لما كنا في المنتخبات الناشئين معظمنا اللي كمل منتخب ناشئين هو اللي كمل اولمبي، هو اللي لعب فريق اول. فبالتالي خد المنتخبات فتره من فترات. كنا خدنا بطوله العرب وخدنا خلاص كاس افريقيا 98 مع النادي او مع الاهلي، كل واحد خد بطولته. فالنهارده ادخل احمد الشيخ اخليه يكتسب الصفات الدوليه، لكن هو مش هرميه اقول له العب. انا مش مع ان هو يلعب فجاه طبعا، انه يبقى موجود ياخد خبرات. مش هيلعب. انت فهمت؟ تشكيل معروف. التشكيل معروف. احنا قلنا التشكيل معروف. ما هو اي حد هينضم اخده اخليه يكتسب الثقه زي ما احنا بنقول. ماشي قربه، بس انت ممكن تحتاج تغييرات. يعني انت مثلا في الماتش ال11 اللي انا قلتهم دول محتاج 3 ينزلوا الشوط الثاني. احنا بنتكلم على فيرود، عندك رمضان صبحي، مصطفى فتحي، كابتن شادي. بنتكلم على فيرود ولا بنتكلم على تحت الفيرود؟ ما احنا لازم برضه نحدد. لا انا عندي تحت. على فيرود ولا تحت؟ انا عايز فيرود وعايز تحت الاثنين. طب ليه ما اخدش انا وليد سليمان او مؤمن زكريا؟ واحد من دول عنده خبرات دوليه لعب الاثنين كويسين. الاثنين ماشيين كويس. يمكن وليد كمان كويس قوي الفتره دي. وليد سليمان. عشان كده ليه ما اخدش واحد من دول عندهم السمات، عندهم خبرات، عندهم ثقه الماتشات، بيلعبوا في افريقيا، بيلعبوا دوله قبل كده. يبقى واحد منهم هما الاثنين. مع المنتخب ده بس الناس برضه بتحب يعني دايما يتكلموا سطحي، ما بيحبوش يحلوا. مشكله اللي وقت طويل قوي قعدنا نلعب على فكره الاهلي والزمالك. منتخب مصر خط احمر، ولا اهلي ولا زمالك ولا فيه الوان. للاسف ساهم فيه جزء من الجهاز. ايه يعني ايه احمر وابيض؟ يعني شويه ينزلوا صور لعيبه بتاكل مع بعض، ده شدوا مع بعض، كل واحد قاعد في الاوضه لوحده. حصل الكلام ده جوه المنتخب على فكره. يعني سيبك برضه معلش من بعض الاعلاميين اللي لعيبه بتنضم بيعملوا مشكله. المنتخب في حسابات في الانضمام اهلي وزمالك. انت بتتكلم الكلام ده بيحصل ولا بيحصل؟ لا والله بيحصل. لا ما بيحصلش. والله بيحصل. لا ما بيحصلش في المنتخب حسابات. يعني بيقول لك ان في عشان لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ده لا والله في حسابات كده دلوقتي لا والله في حسابات كده يا شادي. ده يعني معلش مع احترامي شايفها بصراحه. يعني انت بتاخد الافضل. كل مدرب لو عنده حد من الاهلي كويس بغض النظر عن التشكيل او من الزمالك الاجهز الاجهز انا عايز اكسب. اصل مش هفاضل حد على حساب انا. قول لي لو انت عندك وقائع محدده. قول لي
عندي قبل المعسكر اللي فات كان نجم الاسبوع احنا بنديه لمباراه، وقلنا كابتن سامي قال جمله انا فاكرها، بلاش انا عشان ما ماشي. يتقالش اهلي وزمان. كابتن سامي قال جمله، قال لك الوحيد اللي في الاهلي كان مستواه ثابت من بدايه السيزون في بدايه المباراه في الدوري وليد سليمان. لما جينا نشوف اسماء المنتخب ما فيش وليد سليمان. عشان كده انا بس بقول لك مش- دلوقتي مكانه كان انا دلوقتي بقول لك وليد سليمان. طب اقول لك على انا حاجه، عايز اقول لك حاجه بقى، اقول لك على حاجه عايز بمنتهى ارد الصراحة، انا بس هيبقى في مشاكل. عايز ارد. هترد على الاثنين بقى، خد الاثنين. طيب اديني ايمن حفني اه ما هو ايمن في وقت اتقال ايمن مش مصاب ولا حاجه وما راحش المنتخب، صح. لانه المستحق اللي ياخد الفرصه، لانه كان مميز، لانه كان بيصنع الفارق مع نادي الزمالك، فهو عارف اللي هو. انا قلت الخبر ده على فكره، يعني قلت أنا- ان ايمن هو حفني جه وقت من طب ما انت الأوقات. كده بتاكد كلام اللي جهاز أنا بقوله. المنتخب نفسه عارف ان ايمن مش عايز مش عايز يروح المنتخب، مش عايز يروح، فبيقول لك أنا متعود. هو مش عايز يروح. ده حصل ولا انا بديك طب ما وقت؟ أنا ماشي. كريم. بس ده ملوش علاقه ايوه ما انت عايز ايمن حفني في المنتخب، هو ما أنا لعبتش لما بقى، دي وجهه نظر لا جهاز. انا لما اخترت دلوقتي ما اخترت النهارده دلوقتي وليد سليمان او مؤمن زكريا، ليه ما اتكلمتش على ايمن حفني؟ ما انا اقرب لنا، انا اقرب لنا ان انا اقول ايمن حفني بقى كزمالك يعني انا اللي احنا اقول بنتكلم ده لا، منتخب انا زمالك او بتكلم اهلي مش المنتخب، فارقة. ما بتكلمش على الاهلي والزمالك، لان ايمن حفني في فتره مش عايز يروح، ما دام مش هلعب مش هيبقى لي دور، يبقى انا في ناس بالنسبه لها مش هروح منتخب. واحد زي حسام غالي مثلا لو فكرت تاخده هتطلعه بره، هتقول لا مش هتنزل، ممكن يعمل لك ازمه. واحد زي حسام مرتبط اللي هو فهمت يعتزل القصد؟ الكابتن اسامه ما أنا نبيه، بحكي وهو لك مش لا، هيعتزل بحكي لك على الكابتن مواقف أسامة كوبر. نبيه. انا جاي لك بقى، ما هو ده ما أنا هقول لك أهو، ما مش أنا عايز عارف. اتكلم في حاجات. ما انا اقول لك حاجه، ما انا قلتها عايز المعلومه تجيب دي. دي من ورا وبتلفها لا من ورا. والله خلي بالك انا قلتها ما لك، تعرفنيش قلتها لك. انا طب اقول لك صغير. حاجه، اقول لك حاجه. مش هيعمل كده حسام غالي. طب انا هقول لك حاجه، انت قلت معلومه صحيحه دلوقتي، ان الجهاز الفني لمنتخب مصر سريا، يعني ما حدش مش الكلام ده ما اتطرحش في الاعلام او ما حدش يعرفه، او ممكن في ناس عارفاه بس ما اعلنش قدام الناس، ان الجهاز الفني مهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد عايز يحل المشكله. حسام غالي مع كوبر مع اسامه نبيه ونحل المشكله. كوبر قال لهم لا، حسام يعتزل بشكل رسمي عشان نرجعه المنتخب. اقول لك حاجه بقى تانية، اتفضل. الجهاز الفني لمنتخب مصر مش مقتنع فنيا بحسام غالي ان ليه دور دلوقتي في المنتخب. ما انا بقول لك عشان كده مش هيلعب. انا بقول لك اهو، على فكره قالوا الكلام ده من شهرين بس ما كنتش حابب اقول انا بقوله لك الكلام ده من شهرين، قال لك ان حسام انا مش محتاجه فنيا داخل الملعب في الفتره الحاليه. مع ان ده مش تقريبا من حسام. لا، حسام لعيب طبعاً. كبير طبعاً ومميز احنا وكابتن فاهمين، النادي احنا الاهلي، فاهمين. ومش كلامنا، احنا بنقول في الكلام اللي فجوة- بيتنقل. في فجوه في حلقه الوصل في فكره او طريقه اللعب بتاعه المنتخب، في فجوه في حلقه الوصل في التلت الهجومي. يجي اللي يجي هو مين، بس في فجوه في الحته دي هي اللي بتخلي طريقه اللعب واحده. عبد الله السعيد اللي بيقوم بيها مفروض. طب ولما ما يقومش عبد الله بيها، نفترض لعبد الله النهارده، انا مش بتكلم على مستوى، بتكلم على عبد الله ما قامش بدوره والمدير الفني عايز يعمل تغييره، مين يعملها؟ ما انا بقول ما ما انا بس حسام غالي، اه ايمن حفني، صالح جمعه، امم ولا ده هيروح ولا ده هيروح ولا ده هيروح. ما هو خلي بالك، ما هو في مواقف، ما انت برضه كمدير فني بتبقى عندك لعيب عمل معاك موقف وحش، هتتعامل معاه ازاي مثلا؟ هتعامل، هستبعده. ايه؟ هستبعده. طيب ما هو ده الكلام ده اللي بيحصل، صح؟ ما انا اقصد بقى يعني ايمن حفني ممكن ما يتاخدش منتخب المعسكر الجاي ليه؟ عشان هو وحش؟ لا هو كويس، عشان في موقف من قبل المعسكر، عشان في موقف ان الجهاز الفني لمنتخب مصر حاسس ان ايمن هو اللي مش عايز. مش عايز. المره اللي فاتت قال لك انا مصاب ومش عارف، وبعدين لعب بعديها مع فاهم قصدي؟ بص يا كريم هقول لك على حاجه مرينا بيها. انتوا على فكره ما جاوبتونيش برضه. لا هجاوب. انت قلت لي احمد الشيخ. احمد الشيخ. تمام. انا مختلف سألتك معاك. قلت لك عايز انهي. احمد الشيخ احسن لاعب في الدوري دلوقتي، بس هداف ما الدوري. ينفعش يلعب أنا قلت ماتش لك- غير. انا قلت لك مش هيلعب. طب ما اي هيروح لعيب هينضم مكان كهربا مش هيلعب. انا عايز لعيب يروح أنا قلت لك يا اقدر كريم. استفيد بيه، ممكن أنا قلت لك- العبه في الشوط الثاني مثلا. الدكه بيقعد عليها ال 24 المقيدين. انت قلت لي وليد قلت سليمان. لك يا وليد يا مؤمن. اه ما انا قلت لك عايز ايوه تاخد. صح، انت قلت يبقى لي. وليد يا مؤمن. وشادي محمد قال احمد الشيخ. لكن كفرود كفرود مين فراوده اللي في الدوري؟ حسام باولو. حسام أنا باولو. بالنسبه لي دخله خد الخبرات، زي ما دخلت حماده طلبه فجاه عنده 34 سنه لعب مباراه. دخل الراجل ده ياخد خبرات، الراجل ده موجود ويقدر يخلص لك اديله ثقه. الازمه الراجل هداف بقاله سنتين والثالثه طب بينافس. هقول لك حاجه، تعال نرتب كده المهاجمين بتوع منتخب مصر باولويه اللعب. رقم 1 باسم مرسي دلوقتي في منتخب مصر، صح؟ باسم مرسي. رقم 2 احمد حسن كوكا. انا بالنسبه لي نمره 2. هقول لك، ما انا هسالك، هو السؤال اللي جاي اهو. حسام باولو ممكن يبقى رقم 2 على احمد حسن كوكا؟ انا شايف كده. لا. بالنسبه لي انا بالنسبه لي كل واحد ليه راي. يعني حسام باولو لو اتاخد منتخب اديله ثقه. وباسم مرسي مثلا لا قدر الله حصل له حاجه او وحش في ماتش وهيتغير،
يبقى حسام باولو رقم 2. انا اديله. انت عايز أنا بسألك أهو. خلي بالك كابتن سامي قال لك ده رايي انا. آه. انت عايز راي الجهاز الفني بتاع المنتخب عشان نبقى فيه واقعيه. راي الجهاز الفني رغم احمد الجهاز حسن الفني كوك. احمد حسن كوك هو اللي بيسافر، هو اللي بيروح، هو اللي رجع من الكونغو، نزل تغييره تانية فنزل. فبالنسبه لكم هي دي الترتيب، الراجل ده هو ده العدل. انا ماليش دعوه بالجهاز، آه. احنا بنقول الجهاز أقول لك المنتخب لا، بيفكر لا. في إيه، بس انا بقول لكم أيوة، ما أنا انتوا بقول. انا الراجل انتوا ده نقاد وانا ومحللين. اديت لحماده طلبه ليه؟ عنده 34 سنه اقول لك اكبر لعيب من عشان أكبر كان الناس اللي ساعتها مفيش باك ليفت كويس. فديته. فاهمني ازاي؟ طب انت عندك مين الفراوده كويسين؟ كام فيرود في مصر كويس؟ ينفع ناخد كاسونجو؟ عارف مين اللي كويس وحد قال لي عليه واقتنعت بوجهه نظر، وانا عاجبني جدا عمرو مرعي. مين اللي قال لي فيكم على عمرو؟ أنا. انت قلت اللي لك قلت قبل لي كده. عمرو مرعي هو فيرو كويس أوي. طول عمرنا بنلعب فيرو كويس، فيرو كويس جدا قوي، بس برضه ما ينفعش يروح منتخب على ماتش غانا. ما انا بقول لك عشان كده هي دي الازمه. انت عايز تدي فتره للناس تاخد الخبرات الدوليه، ماتش ودي في بص ماتش يا ودي في كريم، ماتش رسمي. لازم تستغل بعض الاسماء في البطوله بتاعه البطوله افريقيا للمحليين. شوف حط عمرو مرعي، حط احمد الشيخ. لا ما هو قرروا حاجه ثانيه اتحاد درجة الكورة. تانية؟ الدرجه الثانيه انا عارف. هياخدوا منتخب من الدرجه القسم الثاني لعيبه الممتاز ب، ويعملوا بيهم منتخب محليين عشان ما ينفعش يوقف الدوري اه في الفتره دي. أيوة. خليني بقى يروح دورت يلعب بيهم. أنا. بس انا الله مش يرحمك، شايف دي. الله يرحمك، الله يرحمك، الله ما انا يرحمك، هقول لك حاجه، لا، الله يرحمك يا كابتن محمود الجوهري. هقول لك حاجه، أنا مش هقول معاك لك حاجه، بصراحة. اديني فرصه. اتفضل. ما انت برضه يا كابتن سامي هتروح تلعب بطوله افريقيا اللي هم اللعيبه العاديه، مش المحليين المحترفين وكل حاجه، اللي هي البطوله العاديه بتاعت افريقيا. ما تقدرش تيجي بعديها توقف الدوري تاني عشان تاخد لعيبه من الانديه الدوري الممتاز وتروح تلعب بيها بطوله انا افريقيا دلوقتي المحليين. هصنع من بتوع الدرجه الثانيه لعيبه دوليه، ولا اصنع من مجموعه من الدوري الممتاز لعيبه دوليه؟ انا هقرب. ما انا برضه انا عايز ما فيش أنا وقت عندك، انت يا عندك كابتن، جدول هو دوري. الهدف ده العب في عندك بطوله؟ سنة بقى لا دلوقتي. الهدف العب في بطوله ولا كون لعيبه تلعب دولي؟ ما انت اللعيبه دي ممتاز بيه هتديهم واحد فرصه. زي دولي ده ممكن أقول لك على ملوش حاجة دولي كريم. ولاعيبه كتير في الشيخ سنه ملوش ما دولي. بين ماتش غانا سنه لا مش سنه، كام شهر؟ 8-9 شهور. كتير. والماتش اللي بعده اللي هو اوغندا في تصفيات كاس العالم، صح؟ برافو. انت اقعد بقى اشتغل كمدير فني، طيب اصنع لعيبه بتاعتك انت، المدير الفني الشاطر اللي يقول لما مشي عمل 5-6 لعيبه. طيب خليني اخد الكابتن مجدي عبد الغني، طبعا نجم مصر ونجم